السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عبد الوهاب رأفت، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة. استكمالا عن حديثنا عن أورام القولون، الفيديو النهارده إن شاء الله هنتكلم فيه عن ارتجاع أورام القولون وإيه هي خطة العلاج لو لا قدر الله حصل ارتجاع للورم. برضه هنتكلم مع حضراتكم عن إزاي مريض أورام القولون يتابع بعد انتهاء رحلة العلاج. زي ما قلنا قبل كده، الفرق بين الورم الحميد والورم الخبيث إن الورم الخبيث عنده القدرة على الانتشار أو الارتجاع، وبالتالي أورام القولون الخبيثة اللي هي سرطان القولون ممكن ترتجع بعد انتهاء رحلة العلاج. هنا بقى احنا جايين النهارده عشان نجاوب على أسئلة حضراتكم بتسألوها خاصة بالارتجاع دوت. زي ايه؟ ازاي المريض يعرف ان الورم رجع؟ ولو الورم رجع يرجع فين؟ وايه هي خطة العلاج في حالة ارتجاع الأورام؟ وسؤال مهم جدا بيتسأل كتير، ازاي مريض سرطان القولون يطمن على نفسه ويحمي نفسه من الارتجاع؟ الأورام الخبيثة في القولون لو ارتجعت ترتجع في مكان من الأربعة. يا إما الورم يرجع مكان العملية نفسه، يعني في جدار القولون مكان التوصيلة المعوية، أو إن الارتجاع يكون في الغدد الليمفاوية المجاورة للشريان الأورطي، أو إن الارتجاع يكون في الغشاء البريتوني للبطن بنسميها بريتونيال كارسينوماتوزيس، أو لا قدر الله الارتجاع يكون في صورة ثانويات سرطانية تبقى موجودة في الكبد أو في الرئة، واحيانا بس بنسبه قليله قوي تكون الثانويات دي موجوده في العظم. وبالتالي المريض بيجي دايما يعاني من بعض الاعراض ما كانتش موجوده عنده قبل كده. زي ايه؟ وجع شديد في البطن، صعوبه في اخراج البراز، ودي بتبقى درجات ما بين الامساك الشديد والانسداد المعوي، انتفاخ شديد في البطن، بالاضافه الى صعوبه في التنفس او نهجان، وده برضو بيبقى درجات. في الاول النهجان بيكون لما المريض يبذل مجهود كبير، لكن بعد كده النهجان بيبقى بصوره مستمره حتى لو المريض ما بذلش اي مجهود. والمرضى اللي بيبقى عندهم ثانويات في العظم بيعاني من وجع شديد جدا في العظم، قد يصل الى الكسر في بعض الاحيان. خطه علاج الاورام المرتجعه في القولون بتعتمد اعتماد كلي على مكان الارتجاع. مبدئيا وبصفه عامه وبصوره عامه بنبدا الاول بعلاج كيماوي علشان نسيطر على اي خلايا ميكروسكوبيه موجوده في الدم. ممكن نضيف عليه العلاج المناعي او العلاج الموجه بناء على بعض الفحوصات الجينيه اللي بنعملها، وقد نلجا للجراحه في بعض الاحيان. وهنا بقى لازم اوضح لحضراتكم ان خطه العلاج بتختلف من مريض لاخر على حسب ايه؟ مكان الارتجاع، وعلى حسب حاجه مهمه جدا، المريض جاي لي امتى؟ هل جالي بعد ما اكتشفنا الارتجاع في مرحله مبكره، ولا جالي بعد ما الارتجاع تمكن من الجسم؟ وده بقى هينقلنا على سؤال مهم جدا، ازاي مريض سرطان القولون يحمي نفسه من الارتجاع، او على الاقل لو حصل لا قدر الله ارتجاع نقدر نكتشفه بدري ما يجيش في صوره متاخره. ده بنعتمد فيه على المتابعه الدقيقه، والمريض يلتزم بمواعيد المتابعه ويلتزم بتعليمات الطبيب المعالج. ازاي بقى مريض سرطان القولون يتابع بعد انتهاء رحلة علاجه أو بعد ما ربنا يتمم شفاء على خير؟ بعد انتهاء رحلة علاج سرطان القولون أول سنتين المتابعة بتبقى في صورة كشف إكلينيكي وتحليل دم في صورة دلالات الأورام كل 3 شهور، أشعة مقطعية بالصبغة الوردية على الرئة والبطن والحوض كل 6 شهور، منظار قولوني ومسح ذري على الجسم كله كل سنة مرة. بعد السنتين دول ما بيخلصوا لمدة 5 سنين المتابعة بتبقى في صورة كشف إكلينيكي وتحليل دم في صورة دلالات الأورام كل 6 شهور، وأشعة مقطعية بالصبغة الوردية على الرئة والبطن والحوض كل سنة مرة، ومنظار قولوني ومسح ذري على الجسم كله كل 2 سنين. بعد كده بنكتفي إن احنا نشوف المريض مرة واحدة سنويا، نكشف عليه إكلينيكيا، نسمعه كويس إذا كان في عنده أي أعراض عايز يقول لنا عليها، وبناء عليه ممكن نطلب فحوصات وممكن ما نطلبهاش. بكده نقدر نقول إن المتابعة اتعملت بطريقة دقيقة وبطريقة مظبوطة نقدر نحمي بيها مرضى أورام القولون من الارتجاع العنيف للأورام. المتابعة بعد الشفاء مش خوف من المرض، ده الطريق الآمن اللي ما بين الشفاء والطمأنينة، وأخذ الأسباب هو تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. وربنا يتم شفاكم على خير، ودعواتنا لكل المرضى بالشفاء العاجل إن شاء الله.